السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم عن الفايل سيستم في النود جي اس. بس قبل ما نتكلم عن الفايل سيستم في النود جي اس، عايزين نتكلم على حاجه قبلها. زمان الجافا سكريبت كانت شغاله طبعا على البراوزر، بس كانت قدره الجافا سكريبت محدوده شويه. الجافا سكريبت ما كانتش تقدر ان هي تتعامل مع الفايل سيستم، ما تقدرش تتعامل مع فايلات، ما تقدرش ان هي تقرا من هارد او تكتب في فايل او تعمل كل الكلام ده. لكن اما جات النوت جي اس فتحت لينا باب لحاجات كتيرة جدا من دي، ان هي تقدر تتعامل مع الفايل سيستم. النوت جي اس خلت الجافا سكريبت تشتغل زيها زي اي لغة في الباك اند، وقدرت ان هي تتعامل مع الفايلات، سواء كانت تقرأ فايلات او تكتب في فايلات او تعدل على فايلات. وده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه النهارده. تعالوا بقى نبدأ نتكلم كلامنا عن الفايل سيستم. هناخد انترودكشن في الفيديو ده عن الفايل سيستم، والفيديو الجاي هنبدأ نكتب كود. أول حاجة عايزين نعرفها، ايه هو الفايل سيستم؟ الفايل سيستم ببساطة هو النظام اللي بيتعامل مع الملفات والمجلدات أو الفولدرات اللي في أي اوبريتنج سيستم، سواء كان ويندوز أو لينكس أو ماك. واحنا في الباك اند بنحتاج ان احنا نقرأ ملفات، بنحتاج ان احنا نكتب داتا في ملف، نحتاج مثلا ان احنا نسيف لوج، او حتى ان احنا مثلا لو هنقرأ كونفجريشن معين. النود جي اس بقى عندها موديول جاهز اسمه فاست، اللي هو فايل سيستم. ده بيلت ان موديول موجود في النود جي اس. احنا مش محتاجين ان احنا ننزله ولا كل الكلام ده، احنا بنقدر ان احنا نتعامل معاه على طول. هو بيلت ان موديول في النود جي اس. طيب، ايه بقى العمليات اللي احنا ممكن نعملها على الملفات؟ اول حاجة، العمليات كتيرة جدا، من اهمها ان احنا نقرأ في فايل، نكتب في فايل، نعدل على فايل، نحذف فايل. نعمل مثلا عملية على فولدر معين، ان احنا نكريت فولدر، نتأكد هل الفولدر ده موجود ولا لا، كل الكلام ده. قبل ما ندخل يا شباب على الفايل سيستم، عاوزين بس نعمل مقارنة، الفرق بين السينكرونانس والاسينكرونانس. عشان احنا عندنا في الفايل سيستم نقدر ان احنا نكريت فايل بطريقة السينكرونانس، ونقدر ان احنا نكتب في فايل بطريقة الاسينكرونانس. يعني احنا بالعمليات اللي احنا خدناها دي، ان احنا نقرأ في فايل، نقدر نقرأ الفايل بطريقة السينكروننس وطريقة الاسينكروننس، نكتب في فايل بطريقة السينكروننس والاسينكروننس. طبعا ما ينفعش ندخل كده على طول نبدأ ان احنا نقول هنقرأ فايل بطريقة السينكروننس والاسينكروننس واحنا لسه ما نعرفش الفرق بينهم. فتعالوا نعرف الفرق بين السينكروننس والاسينكروننس. سينكروننس او البلوكينج، والاسينكروننس او النون بلوك. ايه الفرق بينهم؟ السينكروننس يا شباب ببساطة يعني الكود بيقف مستني عملية معينة تخلص. يعني مثلا احنا عندنا في الكود كتبنا أول سطر وتاني سطر وتالت سطر، الطبيعي ايه اللي هيتنفذ؟ الطبيعي هيتنفذ بالترتيب، اللي هو أول سطر يتنفذ الأول، تاني سطر يتنفذ التاني، تالت سطر يتنفذ التالت. طيب لو نفترض إن أول سطر احتاج 30 ثانية عشان يتنفذ، الكود هيعمل ايه؟ هيفضل واقف ال30 ثانية، عامل بلوك لكل الكود اللي تحت. الكود اللي هو في السطر التاني والتالت عامل له بلوك لحد ايه؟ لحد ما 30 ثانية تخلص ويبدأ ينفذ السطر الأول. خلاص تمام، السطر الأول اتنفذ، يبدأ يدخل على السطر التاني، ينفذ التاني، ينفذ، يدخل على السطر التالت. المهم لو هو احتاج وقت، زي ما قلنا السطر الأول احتاج وقت بتاع ثانيتين، تلاتة، 30، أيا كان الوقت اللي محتاجه، الكود بيفضل واقف زي ما هو عامل بلوك لكل الكود اللي تحت لحد ما ايه؟ لحد ما السطر الأول يتنفذ. بعدين يدخل عند التاني. لو التاني احتاج ثانيتين أو تلاتة، بيفضل واقف الثانيتين التلاتة لحد ما التاني يتنفذ، وبعدين يدخل على التالت والرابع وهكذا. لكن في طريقة الاسينكرونس، طريقة الاسينكرونس الكود بيكمل مش بيستنى. يعني لو احنا عندنا 3 سطور كود، اول سطر محتاج ثانيتين، فبيدخل يشوف اول سطر انت محتاج ثانيتين، خلاص انت تنفذ في الباك جراوند، ويدخل بقى ينفذ السطر التاني وينفذ السطر التالت، وبعدين يبقى يرجع للاول. هنوضح المثال ده بكود خدناه سكرين وهنوضحه اكتر. ممكن نوضحه بمثال في الحياة. لو انت مثلا واقف بتعمل كوباية شاي والمية بتغلي على النار، هل انت هتفضل واقف قدام البوتاجاز لحد ما المية تغلي؟ لو مثلا موبايل رن،
لو انت فضلت ان انت واقف قدام كوباية، قدام المية لحد ما المية تغلي، موقف حياتك كلها قاعد كده بس قدام المية لحد ما تغلي، وبعدين بعد ما تخلص بقى الشاي تبدأ تروح ترد على التليفون، انت كده عملت طريقة السينكرونس. انت عامل بلوك لكل حاجة في حياتك، واقف بس مستني المية تغلي. طيب لكن لو انت بتعمل شاي وحطيت المية على النار وسبتها تغلي هي في الباك جراوند، تبدأ تغلي في الباك جراوند، ورحت تعمل ايه؟ ترد على الموبايل. فكده انت عملت طريقة الاسينكرونس. انت سبت الحاجة اللي هي تحتاج وقت، الشاي من المية محتاجة 3 دقايق كده، فسبتها في الباك جراوند ورحت تكمل ايه؟ تكمل باقي حياتك، ما عملتش بلوك لكل حاجة آه موجودة. طيب تعالوا كده ناخد مثال في الكود ده كده، طريقة السينكرونس والاسينكرونس. هنا عندنا في السينكرونس أول حاجة كتبنا console.log start رقم 1، بعدين 2، بعدين 3. أول حاجة زي ما اتفقنا دي طريقة السينكرونس، هيبدأ إن هو ينفذ إيه؟ رقم 1 الأول. خلاص 1 الأول اتنفذت، يدخل على رقم 2 اللي هو ندى للفانكشن. خلاص نفذت رقم 2، يدخل على رقم 3. فالأوتبوت هيبقى بالشكل ده: 1 2 3. طيب في طريقة الأسينكرونس بقى، طريقة الأسينكرونس أول حاجة دخل لقى 1 طبعها عادي، يعني مش محتاجة وقت، طبعها على طول. تاني حاجة المفروض هينفذ الفانكشن الموجودة هنا، لقى الفانكشن هي محتاجة ثانيتين علشان تتنفذ، فعمل ايه؟ فسابها ان هي تتنفذ في الباك جراوند، ما وقفش ان هو استنى عندها لحد ما الثانيتين يخلصوا، لا سابها تنفذ انت في الباك جراوند. وبعد كده دخل طبع ايه؟ 3، و3 اتطبعت قبل الاتنين. بعد ما الثانيتين خلصوا خلاص، نفذ ايه؟ نفذ رقم 2. كده يا شباب نكون خلصنا الانترودكشن عن الفايل سيستم. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم عن ازاي احنا نقرأ ونكتب في فايلات بطريقة السينكرونس وطريقة الاسينكرونس.